ايطالي بيستخدم في مجال الملابس. احنا عرفنا مع بعض قبل كده اهوت ان في كلام كتير جدا ايطالي بيتقال كأنه كلام مصري في مجالات كتير، وبرضه من ضمنها مجال الملابس. في الملابس في كلمات ايطالية كتيرة جدا بتتقال في مصر. زي ايه؟ زي كلمة بنطلون. ايه ده؟ هي بنطلون ايطالي مش فرنساوي؟ ناخد بالنا من حاجة، ان كلمة بنطلون اللي بتتقال في مصر بالايطالي بانتالوني. بانتالوني. بالفرنسي بانتالون. بانتالون. واضح ان في الايطالي وفي اللي بيتقال في مصر حرف الان واضح في الاتنين. دي حاجة. الحاجة التانية ان في الفرنسي مش بس حرف النطق، هي حتى بونتالون. هي مش بانتا، هي بونتالون. فواضح جدا ان النطق اللي بيتقال لكلمة بنطلون في مصر واضح جدا النطق ده اقرب للنطق الايطالي. واضحة جدا يعني. كرافاتا. كرافاتا كلمة إيطالية تماما. كرافاتا بنفس النطق بنفس المعنى. كرافاتا اللي هي الكرافاتا طبعا. جوانتي. جوانتي كلمة إيطالية تماما. جوانتي اللي هو الجوانتي. جوانتي. فستان. بس في حاجة، كلمة فستان هي بالإيطالي فيستيتو. يعني هي كلمة فستان في تغيير شوية في الكلمة، بس هي طبعا من أصل الإيطالي أكيد، اللي هي فيستيتو اللي هي فستان بالإيطالي. جونيلا اللي هي الجوب. جونيلا دي كلمة إيطالي طبعا. بروفا. بروفا. طبعا كلمة بروفا بتتقال في حاجات كتيرة جدا، ومنها برضو بروفا للملابس او كده. هو بروفا. كلمة بروفا بالإيطالي معناها محاولة أو تجربة، وكلمة بروفا بتستخدم في مجالات كتير، في المسرح وفي حاجات كتير. كلمة بروفا، كلمة بروفا معناها محاولة أو تجربة. ده معنى كلمة بروفا، وبتستخدم طبعا في مجال الملابس. كلمة ميزورا. ميزورا بالإيطالي معناها يقيس، وأداة القياس نفسها برضو اسمها الميزورا. ميزورا اللي هي بالانجلش ميجر. بس طبعا واضح ان ميزورا جايه من الايطالي اكيد، اللي هي الميزورا اللي هي اللي بيتقاس بيها وحدة الاطوال. دي بعض الكلمات الموجودة في مجال الملابس في الايطالي. وطبعا كلمة روبا بيكيا طبعا معروفة جدا. روبا بيكيا كلمة منتشرة جدا. روبا بيكيا معناها بالايطالي معناها ملابس قديمة. روبا بيكيا. بس هي بالايطالي هي مش بيكيا، هي فيكيا. روبا فيكيا. بس هي بتنطق روبا بيكيا عشان ده نطق الجنوب. يعني في بعض المناطق في جنوب ايطاليا بتنطق حرف الفي بالبي. فهي كلمة إيطالية لكن هي منطوقة بلكنة إيطالية مش إيطالي ستاندر. بالإيطالي ستاندر بتبقى روبا فيكيا. جراتسيه.